السادة وكلاء العربيات المحترمين على رأسهم السيد غبور، انتوا بتهببوا ايه في اللي انتوا بتعملوه ده؟ انت دلوقتي يعني خلتنا احنا والمستهلكين زيرو ثقة فيك انت وغيرك. انت كل اسبوع تعمل لي خصم على العربية ليه؟ ليه كل اسبوع بتعمل خصم على العربيه؟ طب ما تعمل خصم مره واحده كويس وخلاص. لان دلوقتي اللي انت بتعمله ده، يعني انا كعميل لو بشتري عربيه انا هخاف. لا مش جايب، والله ما جايب. اجيبها النهارده بكره سعرها يرخص، هنستهبل؟ لا انا مش جايب. انت عمال كل 6 ايام تعمل لي خصم، لا 15، لا 22، لا 6، لا 7، لا في ايه؟ مع ان سعر الصرف ثابت وسعر الدولار ثابت، ما تعمل خصم 100 مره واحده ويبقى هو ده السعر. لا وايه، عايز اقول لك حاجه. تعالى لي الاسعار الرسميه اللي بيتعمل عليها خصومات اللي انت بتشوفها على النت كعميل او مستهلك، بتنزل ارض الواقع ما بتلاقيهاش، بتلاقي اوفر برايس. اه والله العظيم بتلاقي اوفر برايس. يعني اصلا حتى الخصم ده كمان مش متفعل على ارض الواقع. فانتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتهببوا ايه؟ ما تخلونا نحترمكم ويبقى عندكم كلمه، ويبقى يعني يبقى في ثقه، لان اللي بيحصل ده بجد يعني سبب فقدان ثقه فيكم تماما، انت وغيرك. يعني انا شفت توكيل سكودا برغم ان اسعاره عاليه والمفروض مستنيين والناس عماله تترجاه يعمل خصومات، الا انه ما بيعملش يا اخي وثابت على مبدأه. وسبحان الله يعني تخلي حتى العميل اللي راكب العربيه السكودا انا مطمن، انا عارف سعر عربيتي وعارف القيمه السوقيه ليها، والوكيل مثبتها لي برغم ان هي غاليه ونتمناها ترخص والله. بس انت راكب مطمن. الا انت مع غبور، انت راكب عربيه تبع غبور، انت راكب مش مطمن. انت راكب العربيه بمليون 600، بكره بمليون 300، بعده بمليون 150 في ايه يا جدعان؟ مع احنا في استقرار وسعر صرف ثابت. ايه اللي منعكم تعملوا خصم كويس مره واحده؟ ايه اللي منعكم؟ ما خلصوا خصم كويس. معلش تعالى على نفسك وعلى هامش الربح بتاعك واعصر نفسك شويه وحط خصم حلو مره واحده وخلاص خلصنا. يبقى السوق استقر على كده، الناس يبدا يبقى عندها ثقه تاني وتبدا تعرف تشتري تاني. لكن اللي بيحصل دلوقتي ده مهزله. السوق مليان ركود، والركود جامد جدا، وانتوا بتزودوا الطين بله. اظبطوا نفسكم بقى، يعني بجد نظبط نفسنا بقى. بس بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه بجد؟